السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على القناه. تحت الطلب ديالكم الحلوه بدون زبده ولا بيض، كتجينا هشيشه ولذيذه صراحه، كتجينا رائعه ومشقه بحال البهله، وفي المذاق ديالها كتجينا زوينه بزاف. وبالرغم من المكونات البسيطه جدا، هانتوما غتتابعوا معايا المقادير وطريقه تحضير هاد الحلوه هادي ديالنا سهله وبسيطه. الوغ في المقادير كنحتاجوا كاس د العنبه ديال الزيت النباتيه، كاس الربع ديال السكر سنيده، وهنايا عندنا 3 المعالق كبار ديال شوكولا فيغميسيل، تشريو غير 2 دراهم راه هي هذيك. صافي هنايا عندنا الدقيق على حسب الخليط، والفانيلا، وكاس خماره ونص ديال الحلوه. المهم هنا في اول حاجه كنحتاجو في قصريه او في اناء كنوضعوا سكر الخشن اي السكر الحبيبات، وكنوضعوا كاس العنبه ديال الزيت. ممكن تضاعفوا المقادير تعطيكم اكثر من 62 حبه. انا عطاتني هاد المقادير هادو وكبرتهم شي شويه وعطاتني 32 حبه. صافي من بعد غادي ندوب هاد الزيت في هاد السكر السنيده بهاد الطريقه هادي، غير شي نبقاو غير نحركوها حتى كتذوب لينا. هانتوما طريقه سهله. كنوضعوا الفانيلا، يعني كنسموها بالفانيلا او نسموها بالفلون، فلون ديال الشكلاط او الكراميل، كتجي زوينه. انا فقط نكهتها غير بالفانيلا. من بعد غنبقى نضيف الدقيق تدريجيا. كنتمنى انكم البنات تجربوها، فعلا ما كتاخذش الوقت، في ساعه تتوجد، لذيذه سريعه في الطياب ديالها وزوينه بزاف. هانتوما تابعوا معايا. دائما كنبقى ملي كنخلط بيدي، يعني بحال كنقيس الكف ديالي باش داك السنيده كتذوب لينا. من بعد كنبقى نضيف الدقيق تدريجيا. غتحتاج واحد 300 غرام او 350 غرام ديال الدقيق، مهم على حسب، ممكن 300 ممكن 350، نتوما كل واحد على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. ما يعادل واحد 3 الكيسان ديال العنبه ونصف هكاك. صافي كما لاحظتوا غادي نبدا ندخل هاد بسهوله، يعني كتجمع ما كتعذبناش. اون فوا كنديروا ليها الكميه ديال الدقيق بشويه بشويه وباش كندخلوها كلها. من بعد كنضيف المره الاولى كنضيف خماره وكنحرك مزيان، ومن بعد غادي نضيف نص خماره حتى هي غادي نضيفها لهذا الخليط ديالنا. هانتوما غير نص تقريبا. هنايا عندنا الاولى كتوزن 8 غرام، الثانيه غادي نديرو فيها 4 غرام، يعني المجموع 12 غرام ديال الخميره الخاصه بالحلويات او بيكين باودر. وغنبقى نضيف الاضافه ديال الدقيق حتى غادي نحصل على واحد العجينه اللي ما تكونش قاصحه، ما غاديش تكون رطبه بزاف، غتكون ما بين وبين بحال الشكل البهله ديالنا اللي كنديرو دائما. وكنعودكم في القوام ديال العجين ديالنا. صافي من بعد ما كنديرش الدقيق مره واحده، يعني كل مره كنبقى نزيد شي شويه بشويه حتى كنحصل على العجينه اللي بغيت. صافي كنبقى نقي القصعه او الاناء ديالنا من داك الطحين اللي كيكون في الجوانب باش حتى حاجه ما كتضيع لينا. صافي وعلى هاد الاثناء هذا كما لاحظتوا غادي نضيف داك 3 المعالق ديال الفيرميسال شوكولا. ممكن تضيفوها ممكن بلاش، المهم هذيك الساعه نتوما على حسب الاختيار ديالكم. صافي من بعد ما حصلت على واحد العجينه كتكون طريه غادي نضيف داك الحبيبات ديال الشكلاط، ولا ديروا هذاك دي بيبي شوكولا ولا شوكولا فيرميسال، نتوما على حسب الاختيار ديالكم. وبالنسبه لهذا الشوكلاط هذا قبل ما تستخدموه غادي ديروه في الكونجيلاتور لمده 5 ديال الدقائق باش غير يبرد مزيان. من بعد ما غادي تدخلوه في العجينه باش مع الحراره ديال اليد باش ما يذوبش ليكم. سينو هذا البرد هذا يعني حتى حاجه ما كتسخن، يعني مهم غير حيدوا هذا الشك هذا وصافي ديروه. صافي هانتوما كما لاحظتوا
جمعت العجين ديالي، خليت القصريه نقيه داغي كيتجمع لينا. ودابا غادي نشكلو كويرات. من بعد فاش كنت كنجمعها حسيت بها باقا رطبه بزاف في يديا، وانا نضيف ليها تقريبا واحد الملعقه ديال الدقيق. صافي، هذا هو القوام اللي غادي نديرو. وصافي سالينا من اضافات ديال الدقيق. هانتوما طريقه سهله وبسيطه. ودابا غادي نجيبو واحد الصينيه اللي غتكون فرشه بابي كويسون او مدهونه ومرشوشه بالدقيق، لانه الحلوه ديالنا ما فيهاش الزبده، يعني تقدر تلصق لينا. وكنحيدو هاد الشك هذا وكنديروه بالبابي كويسون. وصافي، وبالطريقه الطهي ديالها كنسخنوا الفران، يعني هو الاول على حراره 180 درجه. وفاش كندخلوا ليها البهله كنقصوا، ودائما كنشعلوا عليها من الفوق حتى كتشقق، وعاد كنشعلوا من التحت. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الفران ديال الضو اللي دائما كيراسلون كيقول لي كيفاش نطيبوا البهله ديالنا، لكم كتشعلوا الفران ديالكم يعني حتى كيسخن من الفوق ومن التحت بطبيعه الحال، وكتطفيو لتحت و عفوا كتطفيو لتحت وكتشعلوا غير الفوق حتى كتشقق لنا البهله ديالنا، وكنتاكدوا باللي تشقات. عاد كنشعلوا من الفوق تحمر لينا شي شويه. وهذه هي البهله ديالنا، كتجي زوينه في الحقيقه، في الصراحه لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها ويتنال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديو.